السلام عليكم. مساء الخير عليكم جميعا، أهلي وإخواتي في قرية الخدمية. في البداية أعرفكم بنفسي، أنا دكتور محمد عبد الوهاب حجازي، طبيب أمراض البطنة والقلب والعناية المركزة، ولي شرف التواجد ضمن فريق الحجر الصحي حالات فيروس كورونا ومستشفيات بلطيم ومستشفى كفر الشيخ العام. النهاردة حابب أتكلم معكم في نقطتين. النقطة الأولى، طبعا لا يخفى علينا جميعا الجائحة والوباء اللي يعني مسيطر على مصر دلوقتي وبشكل عام وبشكل خاص على بلدنا الحبيبة الخدمية. طبعا في إصابات كتير جدا، في وفيات، في حالات حرجة. الدنيا مش كويسة للأسف. يعني في حالة استهتار من الناس، محدش بيلتزم بالقعدة في البيت، محدش بيلتزم بإجراءات الوقاية، لبس الكمامة، غسل الأيدي بانتظام، منع التجمعات. بل بالعكس بنشوف وبنلاقي الحالات المصابة للأسف في أماكن العزاء وفي الأفراح، وبتمشي في البلد عادي، وحاجة يعني ما ترضيش ربنا خالص يعني. بناء عليه في مجموعة من الشباب اجتمع وقرر ان هو ما يتفرجش وما يكونش دوره محدود في الأزمة اللي موجودة. قرر انه يساهم بشكل او بآخر حسب البنود اللي هو يقدر عليها، وكل واحد حسب موقعه وحسب الجهد اللي هو يقدر عليه. وقرروا ان هم يعملوا مبادرة لرفع ودفع الوباء والبلاء عن بلدنا الحبيبة وعن القرى المجاورة. طبعا اجتمعنا، درسنا المبادرة جيدا، تبادلنا الأفكار والرؤى، وانتهينا إلى بنود المبادرة اللي هقولها لحضراتكم حالا. مبدئيا المبادرة اسمها مبادرة إنجاز. هنقول بنودها. أولا، تعريف المبادرة: هي مبادرة تسعى لمساعدة وإعانة أهلنا في قرية الخدمية والقرى المجاورة في رفع ودفع الوباء صحيا وماديا ومعنويا، ومساهمة من شباب القرية وأهل الخير كل حسب موقعه وجهده، وبدعم من السادة المتبرعين والسباقين في الخير، وبمشاركة محمودة وفعالة من الجهات الخيرية الثلاث بالخدمية، وهم الجمعية الشرعية بالخدمية، جمعية النوايا الحسنة، بيت مال المسلمين. ثانيا، بنود المبادرة: تنقسم المبادرة إلى 4 محاور رئيسية. المحور الأول ويشمل الكشف الطبي والرعاية التمريضية. المحور الثاني ويشمل الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة وخلافه. المحور الثالث ويشمل آلية صرف الأدوية. المحور الرابع ويشمل آلية توفير المستهلكات الطبية والاحتياجات اللوجستية. طيب، لو هنتكلم عن المحور الأول، الكشف الطبي والرعاية التمريضية، أولا في حالة وجود أي مريض مشتبه إصابته بأعراض كورونا يرجى التوجه إلى العيادة الخاصة بالمبادرة، وذلك بمنزل أستاذ باسط العدلي أمام مركز الإرشاد الزراعي بالخدمية. ثانيا، يبدأ الحجز تليفونيا يوميا بعد صلاة العصر وحتى اكتمال العدد المناسب، على أن يتواجد السادة الأطباء يوميا من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 6 مساء ما عدا يوم الجمعة. ثالثا، بدء العمل سيكون من السبت القادم الموافق 2 يناير 2021. رابعا، يتواجد بالعيادة أحد السادة الأطباء: دكتور محمد عبد الوهاب حجازي، دكتور يوسف عامر، دكتور مصطفى عوض الله، دكتورة هدير سامي الهنداوي. خامسا، سيتم احتساب الكشف بأجر رمزي يستغل قيمته في تمويل باقي بنود المبادرة.
سادسا، تم التنسيق مع السادة الأفاضل من هيئة التمريض على أن يكون مسؤول عن مباشرة العمل بالعيادة ومتابعة تنفيذ العلاج بالعزل المنزلي. المحور الثاني، الفحوصات الطبية. أولا، تم التنسيق مع معمل الخادمية تحت إدارة الدكتورة عزة طه على أن يكون التحاليل بأجر رمزي. ثانيا، تم التنسيق مع أحد مراكز الأشعة على أن يكون سعر الأشعة بتخفيض مناسب. المحور الثالث، آلية صرف الأدوية. تم التنسيق مع جمعية النوايا الحسنة الخادمية على أن تكون مسؤولة بشكل كامل عن توفير الأدوية لغير القادرين وبالآلية التي تراها مناسبة. المحور الرابع، المستهلكات الطبية والاحتياجات اللوجستية. أولا، تم التنسيق مع الجمعية الشرعية بالخادمية على أن تكون مسؤولة بشكل كامل عن توفير المستهلكات الطبية للطاقم الطبي ومن تحدده الضرورة. ثانيا، تم التنسيق مع بيت مال المسلمين بالخادمية على أن يكون مسؤول عن توفير الإمكانات المادية المطلوبة لدعم التمريض وبعض الاحتياجات اللوجستية. ثالثا، تم الاتفاق بين أعضاء المبادرة على آلية صرف وتوجيه الدعم المادي والتبرعات نحو أي بند من بنود المبادرة، كل حسب احتياجه. رابعا، في حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم التنسيق مع الأرقام المعلنة ويتم توجيه المريض نحو أقرب سرير شاغر في المستشفيات الموجودة بالمحافظة وعن طريق جروب واتساب يعمل على مدار الساعة. خامسا، لمزيد من المعلومات والاستفسار عن أي بند من بنود المبادرة يرجى التواصل مع الأرقام الواردة بالمنشور والخاصة ب دكتور محمود سلطان، أستاذ يسري الحوشي، أستاذ وليد عبد الستار. مع تحيات المسؤول الفني للمبادرة دكتور محمد سلطان. فكرة وابتكار أستاذ وليد عبد الستار. الراعي الإعلامي صفحة الخدمية اليوم. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.